مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض بسكوت ال10 دقايق. شايفين قد ايه شكله حلو وطعمه بجد تحفة جدا. ينفعك بقى الصبح كده مع فنجان شاي كده ولا فنجان شاي بلبن، ينفعك بالليل حاجة خفيفة كده قبل ما تنامي. بجد هو طعمه تحفة جدا. النهاردة ان شاء الله هنعملوه بمقادير بسيطة جدا واقتصادية، ان شاء الله هتكون موجودة في كل بيت بإذن الله. زي ما انتم شايفين شكله حلو وطعمه كمان تحفة جدا. بداية واحدة بس هنعمل بيها بسكوت ال10 دقايق التحفة ده. والله جميل جدا جدا، طعمه كده قريب للبيتيفور، حاجة كده بجد روعة جدا. قبل ما ابدأ الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوني على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. وقبل ما ابدأ الفيديو حابة افكركم ان كلنا ندعي لفلسطين والاهل فلسطين، لان والله بجد يمكن دي حاجة من ضمن الحاجات اللي محزنانا في حياتنا، هي فلسطين واللي بيحصل إن ربنا ينصرهم إن شاء الله كده ويفك كربهم يا رب، وكربنا وكرب كل من كان، اللهم أمين يا رب العالمين. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنبدأ. معايا بولة حطيت فيها بيضاية كده، وأحط فيها كوباية سكر بودر، وهنزل كمان بكيس من الفانيليا. مقادير بسيطة وسهلة، والله طعمه تحفة جدا. ودلوقتي هقلب بقى كويس جدا كده لحد ما السكر يدوب خالص كده معايا، ولونه كده يفتح معايا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الزبده، هقلب كويس جدا وهسيبهم على جنب دلوقتي. ويلا بينا نروح للمواد الجافه. معايا كوبايتين ونص من الدقيق يكونوا منخولين كويس جدا، ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه من الملح. هنزل بقى كده على المواد السائله حبه بحبه، وهنا بقلب كده بالمضرب، لكن انا طبعا هستعمل ايديا، لاني طبعا كلنا عارفين ان عجينه البسكوت مش بتتعجن، هي يا دوبك بس بتتلم. وهنا ملمس العجينه تحفه ما شاء الله، اللهم بارك، جميله جدا جدا. قسمت كده برضو العجينه لجزئين، جزء احط عليه كاكاو والجزء التاني هسيبه ابيض. انا هنا نزلت باول معلقه كده من الكاكاو، وانا النهارده خدت 3 معالق من الكاكاو، لاني انا عايزه لون البسكوت يبقى غامق. زي ما انتم شايفين لون البسكوت بقى جميل جدا بعد ما حطيت 3 معالق من الكاكاو. وهنا يلا نعمل مع بعض اول واحده كده. طبعا لو ما فيش البصامه دي احنا هنستعمل غطاء ازازه زي ما انتوا برضو هتشوفوا معايا. انا عندي البصامه فعملت بيها كده اول واحده، وكانت شكلها جميل جدا جدا. وهنا يلا بينا نعمل كده تاني واحده من غير بصامه، من غير اي حاجه، بسكينه. بصوا الشكل الجميل كده، بصوا ما شاء الله عامله ازاي تحفه، والله جميله جدا جدا. وهنا برضو معايا كده القطاعه بتاعت البسكوت دي، قلت برضو اعمل بيها شكل تاني. شفتوا كده ما شاء الله الشكل روعه جدا. وطبعا دوت طبعا غطا الازازه برضو هيطلع لنا بسكوته جميله جدا جدا. شايفين المنظر؟ والله جميل جدا وخفيف كده وحاجه وده برضو شكل هنعملوه برضو بالسكينة، هيكون شكله حلو جدا جدا. يعني لو مفيش بصامة ولا في قطعة بسكوت، بالسكينة أو بشوكة. شايفين الشكل؟ ما شاء الله جميل جدا. عملنا كده ما شاء الله صينيتين بسكوت تحفة جدا. بإيه؟ بكوبايتين ونص دقيق بس، وحاجة بسيطة طبعا من الإيدام زي ما انتوا شفتوا معايا. دخلت الفرن على درجة حرارة 180 طبعا، ولا ولعت شواية ولا أي حاجة. هو اللون الحلو دوت كده من الفرن. شايفين ما شاء الله البسكوت عامل بجد تحفة جدا. طلع ما شاء الله الله اكبر جميل جدا جدا، طعمه جميل قوي، ريحة وطعم بجد تحفة. من كوبايتين ونص دقيق عملنا طبق محترم زي اللي انتوا شايفينه، وغير بألف هنا وشفا اللي اتاكل اول ما طلع من الفرن، لان الريحة والطعم بجد تحفة جدا. احسن ما نجيب بقى من بره وانتوا شايفين طبعا الاسعار ارتفعت جدا جدا يعني، ولله الحمد. وكمان لما تروحي النهارده الفرن تلاقي كده حاطط لك بتاع 7 8 وحدات، ويقول لك الطبق ب20. طب ليه؟ ما احنا نعملوهم بمقادير بسيطة جدا. يعني ايه كوبايتين ونص دقيق؟ ربع كوباية زيت وربع كوباية زبدة، لو ما فيش زبدة اعملي بالسمنة، ربع وربع. بضاية واحدة عملنا ما شاء الله طبق محترم. والله طول ما انت عندك الدقيق والإيدام في البيت، والله شوية سكر كده وهتعملي أحلى معجنات، هتعملي أحلى شوية بسكوت زي ما انتوا شايفين. عملناه بمنتهى السهولة، ولا مضرب كهرباء ولا عجان ولا أي حاجة، على قدينا كده واحنا واقفين. بسكوت ال10 دقايق وهو حقيقي بيخلص في 10 دقايق، لأن هو ما بياخدش وقته خالص، وبيطلع معاكي جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله بجد تحفة جدا. وزي ما انتوا شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.